مثلث برمودا لغز البحر اللي محير ناس كتير. في الاول كده تخيل انك قبطان سفينه ماشي في البحر وبتبص حواليك تلاقي السما صافيه جدا والميه زرقاء، وفجاه من غير اي مقدمات تلاقي البوصله بتلف بشكل غريب والاشاره اللاسلكيه تروح في غمضه عين، ويظهر ضباب تقيل وما بتبقاش عارف تروح فين ولا حد عارف عنك حاجه. دي مش قصه في فيلم، دي حصلت بجد في مكان مشهور جدا اسمه مثلث برمودا. لو مستعد تعرف اكتر، معاكم مهندس مصطفى. يلا جهز قهوتك واشترك في القناه عشان نبدا في معرفه اللغز ده ونحاول نحله. في الأول كده، إيه هو مثلث برمودا؟ مثلث برمودا هو منطقة في المحيط الأطلسي الشمالي، معروف برضو باسم مثلث الشيطان. المساحة بتاعته كبيرة جدا، بتصل ل1.5 مليون ميل مربع، والأرقام بتاعته برمودا وميامي في فلوريدا وكمان سان خوان في بورتوريكو. الاسم جاي من الشكل المثلث اللي بيتحددوا النقط الثلاثة دي. وليه سموه مثلث الشيطان؟ سؤال بيشغل ناس كتير. الاسم جاي بسبب الأحداث الغريبة اللي حصلت في المنطقة دي، سفن وطائرات بتختفي بدون أي أثر. الأحداث دي خلت الناس تفكر إن في قوة خارقة أو ظواهر غريبة بتتسبب في الحاجات دي والحوادث الغريبة دي. الدول اللي حوالين مثلث برمودا جزر برمودا البريطانية وبورتوريكو وفلوريدا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. مع إن الأماكن دي ساحلية وجميلة جدا، لكن وجود مثلث برمودا بيديها لمسة من الغموض. الغموض ده بسبب القصص الغريبة اللي حصلت في المكان ده، ومن أغرب القصص هي قصة الرحلة 19 في سنة 1945. 5 طيارات تابعة للبحرية الأمريكية اختفوا أثناء مهمة تدريبية، والتواصل الأخير بينهم كان بيقول إنهم فقدوا السيطرة على البوصلة. الغريب في الموضوع إن طيارات الإنقاذ اللي راحت تدور عليهم اختفت هي كمان، وكمان في قصص السفن اللي اختفت، وأكتر من قصة حصلت في المثلث ده. وقصص اختفاء السفن والطائرات دي لحد النهاردة محدش لقى أي أثر ليها، وده زود من غموض المثلث ده. طب ليه كل حاجة بتختفي في مثلث برمودا؟ في تفسيرات كتير، بعضها علمية وبعضها خيالية. مثلا في بعض العلماء بيقول ان في ظواهر طبيعيه زي الامواج العاليه او غازات الميثان اللي بتطلع من قاع البحر ممكن تكون هي السبب. وفي ناس تاني بتقول ان في بوابات لابعاد تانية او تاثيرات مغناطيسيه غامضه. من الاخر والخلاصه في الموضوع ده، مثلث برمودا واحد من اكبر الالغاز في العالم. هل هو خرافه ولا حقيقه؟ السؤال ده ملوش اجابه واضحه، وده بيزود سحر وغموض المنطقه دي. لو انت من عشاق المغامره والغموض، مثلث برمودا ممكن يكون وجهتك الجايه، بس خلي بالك الرجوع مش مضمون. جاهز تخوض المغامرة؟ وبكده دي نهاية قصة مثلث برمودا أو مثلث الشيطان. نتقابل في الفيديو الجاي، ما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.